يلا بينا نروح على الكلمات الدالة keywords or signal words. هنقسم الكلمات الدالة في الزمن ده إلى 3 أجزاء. خلي بالك هما مش كتير ولا حاجة واحنا هنقسمهم فالدنيا هتبقى بسيطة، ما تقلقش. زي ما احنا متعودين ان الانجليزي ان شاء الله سهل وبسيط ومفيش مشكلة فيه خالص. طيب الكلمات الدالة هنقسمها ل3 أجزاء. أول جزء الكلمات الدالة في الجملة الخبرية المثبتة، وفيها هنستخدم، عد معايا كده شوية، just حالا أو توا، already بالفعل، lately مؤخرا، recently حديثا، since يعني منذ، وfor لمدة. طب ناخد مثال على السريع كده. I have just finished. She has already gone. نيجي بقى على الجملة المنفية. بنستخدم yet في نهاية الجملة المنفية. مثال I haven't finished my speech yet. وأيضا بنستخدم never للنفي وبتيجي بعد الفعل المساعد زي إيه؟ She has never ridden a horse. وآخر حاجة في السؤال بنستخدم حاجتين yet و ever. طيب yet بتيجي في نهاية السؤال زي إيه؟ Have you played chess yet؟ طيب و ever بتيجي في السؤال بمعنى عمرك زي إيه؟ Has Ali ever climbed a mountain؟ تمام كده زي الفل. تعالى بقى يا بطل